استكمالا لسلسلة فيديوهات التسوية في الاير فراير، تعالى اقول لكم رأيي في تسوية البانيه في الاير فراير واوريكم شكله بيكون ازاي واخد مني وقت قد ايه. ده بانيه جاهز على التسوية، يعني كان متبل ومتقلب في البيض والبقسماط. رشيت عليه الزيت من كل جنب وبعدين حطيته في الاير فراير وحاولت يكون مفيش اجزاء مغطية على التانية عشان تكون التسوية واحدة. ظبطت درجة الحرارة على 200 لمدة 15 دقيقة مبدئيا، وقلت هشوف بعد كده لو احتجت وقت زيادة هديله تاني. كان المفروض افتح واقلب في النص بس انا ما فتحتش، وفي اخر ال 15 دقيقة لقيته مستوي من الجهتين زي بعض فطلعته على كده. مبدئيا الشكل زي ما انتم شايفين، ممكن المقلي يكون احسن شكله شوية بس بالنسبة لي ده مقبول، مفيش فيه مشكلة. كان في اجزاء مقرمشه واجزاء تانية لما حطيت ايدي عليها لقيتها طريه شويه، بس ده غالبا عشان الاجزاء دي جه عليها زيت اكتر من الاجزاء التانية، فخلي بالكم ان يكون توزيع الزيت متساوي. اما بالنسبه للطعم فما فرقش خالص في الطعم حاجه، بالعكس كان طعمه لذيذ وخفيف، والطبقه بتاعته كانت ثابته زي ما انتم شايفين، والقطعه كمان كانت متماسكه. وعلى فكره دي كانت اول تجربه ليا للبانيه في الاير فراير. وبس كده، انا سارة هلال ودي كانت تجربتي. لو استفدت من الفيديو ده متنسيش تعملي لي لايك وتتابعيني، بنزل دايما فيديوهات عن التسوية في الاير فراير وعن الطبخ عموما.